السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايين ده ان انا لعبت هاندبول 15 سنة يعني مش عارف اعدي اللي حصل امبارح في ماتش كرواتيا ده، او عامة بشكل عام منتخب مصر او مشاركته في كأس العالم بالذات يعني. قبل البطولة طبعا كانت انتقادات كبيرة جدا لباستور عشان خسر ماتش النرويج في الأربعة وماتشات الودية ما كانش أحسن حاجة، ما كانش دايس يعني. بس خلاص يا جماعة، الراجل معانا بقاله سنتين أو سنة ونص تقريبا، وخلاص عرفنا إن هو ما بيدوس في الماتشات الودية. ما أنت الماتشات الودية اللي قبل كأس العالم، سوري، قبل الأولمبياد اللي فاتت، كان نفس الكلام، أنت خسران من كرواتيا. في كرواتيا فرق 6 أو 7. خلاص يعني، وامبارح طلعت لها 4 في ملعبها يعني اللي هو بالايزي، اللي هو انت في اخر دقيقتين انت واقف، اللعيبه واقفه خلاص، هاتوا جون اللي هي 28 22، وخلاص الفرق 6 وانا خلصان، واخر دقيقتين انا واقف. اللي هو احمد محمد علي بيعمل كده، اي حد داخل يشوط بيتعمل له كده، اتفضل عدي، والموضوع منتهي يعني. فخلاص باستور ما بيلعبش ماتشات وديه، ما بيدوس في الماتشات الوديه، بيبقى عايز يجرب شويه حاجات، بيجرب شويه الحاجات وبياخدها من الماتش، ومش فارق له النتيجه. فيعني يا جماعه، عشان بس الناس اللي بتقعد تنتقده وتشتم فيه في المطلق، ده باستور، ده بروفايل باستور. في الماتشات الرسميه احنا شفنا في الاولمبياد بيطرقع للنرويج، بتتعادل مع فرنسا وسط ملعبها، بتكسب الدنمارك فرق 7 الشوط الثاني، وتخسر في الماتش كله فرق 2. والناس، يا جماعه انتوا عارفين الدنمارك بتعمل ايه في المنتخبات؟ دول بيدوا اي حد 20 و10 و15 وصباح الفل بيعدوا. فده المنتخب بتاعك، ده الكواليتي اللي عندك. ده اولا طبعا يعني. فباستور مش بتاع ودي، اديني في الرسمي وهو هيقوم بالواجب يعني. وامبارح بتطرقع لكرواتيا في ملعبها فرق 4 مع الرأفة، انت واقف ليترلي واقف اخر دقيقتين. المهم، طبعا قبل البطولة كان في تخوف كبير جدا 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 من غياب يحيى الدرع. يحيى الدرع طبعا لعيب مهم جدا، بالجرينتا، بالقلب، بالروح، بالقوة، بالتصويب من الخارج انسون. بس القايمة دي، القايمة بشكل عام، القايمة أقوى. قائمة منتخب مصر اللي داخلة كأس العالم ده أقوى من قائمة الأولمبياد بكتير، وهسرد لكم ليه. أولا، محمد علي كانت في الأولمبياد أول بطولة رسمية ياخدها ك مين مان، اللي هو أنا الجون الرئيسي، أنا اللي بيعتمد عليا في الماتشات القوية أند سو أون. دي تاني بطولة قوية، مع إن هو واخد 6 شهور أوريدي مع سبورتنج لشبونة في الشامبيونز ليج. بتفرق، بتفرق جدا كمان. الشامبيونز ليج يا جماعة بيفرق، الليفل العالي ده بيفرق جدا. ثانيا، كريم هنداوي في الاخر، شاء من شاء ابى من ابى، عنصر الخبره موجود. الدريسنج روم محتاجه لعيبه زي كريم هنداوي، اللي هو بقاله اكتر من 15 سنه في الليفل العالي، بيلعب في كل حته، لعب كاس عالم، لعب اولمبياد، لعب تشامبيونز ليج، لعب كل حاجه. الراجل خلاص كبر، بس دي سنه الحياه عادي. بس الدريسنج روم محتاجه النوعيه دي. تاني حاجه، القايمه بقى اوفر اول اقوى بكتير، فيري فيرستايل، فيري فيرستايل، في مرونه مرعبه في المنتخب ده يا جماعه، مرونه مرعبه. امبارح مع اصابه دودو، ان يعني انا متاكد ان هي سبرين انكل، بس في الهاند بول سبرين انكل بياخد 5 6 ايام، 5 6 ايام يعني في ماتشين من الدور الرئيسي طاروا خلاص. فيعني اتمنى دكتور محمد شوقي يظبط الدنيا، هيعرف يتعامل يعني. بس هي بنسبه 70 80% هي سبرين انكل يعني. القايمه، لا القايمه مبهره بجد، القايمه مبهره يا جماعه. انت مبدئيا في الاولمبياد كنت يعني هنتكلم على مركز مركز يعني. في الاولمبياد انا كنت داخل بوينج ليفت بكار، بس بيلعب في الزمالك، مع احترامي للزمالك وبكار، بس ده مش الليفل، كده كده بعيد. لكن القايمه دي انت واخد سيسا بيلعب في صربيا، مش فاكر اسم النادي، وبلال مسعود بيلعب في المانيا، والاتنين تقال تقال قوي. انت بقى عندك اوبشن، انت عندك اوبشنز كتير، انت كل ماتش بتطلع على الاقل كل واحد فيهم جايب 3 4 اجوان يعني. انت في 8 9 اجوان جايه من الحته دي، ما كانتش بتحصل خالص. الوينج ليفت عندك ده كان ميت، مش موجود اصلا. تاني حاجه، دودو اوريدي واخد 6 شهور مع مونبلييه في الدوري الاوروبي، في الدوري الفرنسي اند سو اون، ففايق. دودو في الاولمبياد كان لسه راجع من صليبي قبلها باسبوعين 3، اللي هو لعب ماتشين 3 وكانوا لسه بيحسسوا عليه اند سو اون. فدودو ما كانش فورمه، فانت كنت ناقص يعني. دودو لو اداك 80% من مستواه هو احسن لعيب في العالم، ده من وجهة نظري يعني. انت بقى كنت تاخد منه في الاولمبياد 20 30%، اللي هو وكان بيعمل كده، فكتر خيره جدا يعني. علي زين از علي زين، فاهم؟ يعني انا مش هقول لك اكتر من كده، فاهم؟ ليد باك بلاير، اللي هو اي كان دو وات ايفر اي وانت، هعمل اللي انا عايزه في اي وقت انا عايزه. و... وهتحس ان انا مش عرقان، انا مش بعرق اصلا، انا مش ببذل مجهود. أه...
فعلي زين علي زين كده كده. الناس هتنتقده بقى، الناس هتشتمه، ده علي زين خلاص كبر، مش علي زين وجوده في الملعب اهم من اي حد، دفاعيا هجوميا كل حاجه، لعيب خطير. المركز بقى المهم بالنسبه لي صانع الالعاب. انت في الاولمبياد كنت داخل مين؟ سيف الدرع ويحيى الدرع. تو بروفايلز فيري سيميلر تو ايتش اذرز. البروفايلز بتاع طريقه اللعب قريبه قوي قوي من بعض، فاهم؟ قوه بدنيه، تصويب من الخارج، ممكن يكون بس سيف مرن اكتر، مور اجايل، اللي هو مرن اكتر عن سيف، بس في نفس الوقت هو قريب. مع ارتفاع طبعا مستوى سيف الدرع الرهيب ما شاء الله مع ليموج خطير. خدت في مين في الهاف؟ احمد خيري، بروفايل تاني خالص بقى، اللي هو البروفايل اللي انا بلعب مع الدايره. اللي زاد وغطى بقى على احمد خيري اللي فاده جدا مادسن في الاهلي. مادسن جاي له من البورج اللي هو تاني اوروبا، ورايح السنه الجايه بي اس جي. من الناس يا جماعه بتطلع من الاهلي على بي اس جي، تطلع على الشامبيونز ليج، ده مستوى كل هاندبول في مصر. فاحمد خيري بقى ايه؟ طبعا مع عادل دويتو حكايه، ميسي يعني، ميسي ودي ماريا، فاهم؟ عندنا ميسي ودي ماريا في الملعب. فالموضوع مختلف، البروفايل مختلف. انت لما بتتزنق من الشوط من خارج، انت امبارح اتزنقت مرتين ثلاثه، شفت خيري ودولا ايه اللي بيحصل؟ خلاص كرواتيا. طب امسك مين؟ اعمل ايه؟ ما في اوبشنز كتير. التصويب موجود، اللعب على الدايره موجود، الوينج رايت الوينج ليفت موجود، كل حاجه موجوده، فاهم؟ الشوط الاول مثلا يحيى خالد كان خارج الخدمه، الشوط الثاني ميسي، عندنا ميسي في الباك رايت. وطبعا يحيى خالد مستواه، انا بالنسبه لي اخد نسخه يحيى خالد في بي اس جي عن نسخه يحيى خالد في فيسبريم في الاخر. ما كانش واخد حريته قوي، اللي هو ما بيعملش اللي هو عايزه في بي اس جي. هو اليوم براندي هم النجوم يعني، هنا يحيى خالد، هنا اليوم براندي، بس الفرقه فاضيه كده كده. ولوك ستانز في الهاف بتاع هولندا اند سو، الفرقه عاديه يعني. ماتي جريبي هنا، نيك سولي بتاع اسبانيا، فهم النجمين يحيى خالد اليوم براندي. فنسخه يحيى خالد مع بي اس جي فكك، انا حامله لوحدي. فانا النسخه يحيى خالد بتاع بي اس جي احسن من فيسبر 100 مليون في مره، انا احبها. ليه؟ بيتحمل المسؤوليه. الشوط الاولاني يحيى خالد خارج الخدمه تمام، ما جابش جون واحد وثلاثه اربعه تيرن اوفرز. الشوط الثاني حط على الكروات في ملعبهم، لا انا هنا خلصت. سند، طبعا سند في الاولمبياد مستواه كان سيء، وهو كان عارف جدا ان هو خارج الخدمه، وكان يستاهل الانتقادات اند سو اون. بص على وش سند في البطوله دي، انا مركز، فكك، انا نازل ادافع عن اسمي اللي انا عملته طول السنين اللي فاتت دي في الهاند بول. بينالتيز داخل، فاستات بريك، اول واحد بيجري من الوينجات داخل بيحط في اقصى الشمال بلياردو اند سو اون. والبديل اكرم يسري بقى دكر. ماتش الارجنتين، ماتش البحرين، واخد شوط تاني كامل 3 4 اجوان، واللي هو دكر. خلاص القايمه اقوى، القايمه بشكل عام يا جماعه. اللعبه دي مش لعبه فرديه، لازم نبقى فاهمك ايه. القايمه اقوى. على الدايره احمد عادل خلاص خلص نسخه الاهلي، رايح فيسبريم، هيحط 4 5 سنين كده في فيسبريم، من احسن الدوائر في اوروبا. الاحتياطي بتاعه ياسر سيف، داكر في الدفاع بيموت نفسه، في الهجوم دقيقتين بالهبل، بيدي اي حد دقيقتين باللفه بتاعته، عليه لفه كده سريعه بيكلفتك كلفته من الاخر. في الاولمبياد كان الاحتياط بتاع محمد طارق، مع احترامي الشديد مش لعيب منتخب يعني، او لسه بدري عليه شويه، محتاج يحترف بقى، يشوف هيظبط ليلته ازاي. بس ياسر سيف فالقايمه اوفر اول اقوى، فاهم قصدي؟ مع الاضافه ان انا شايفها مهمه جدا، محمد ابراهيم على الدكه. محمد ابراهيم على الدكه اللي هو نحله، اللي هو ده ضيع يروح له، لا ما تزعلش، يلا هنعمل تاني، ما تخافش، مش عارف ايه. دولا حصل حاجه، ايه دولا اهدى، هنظبط على طول بيتكلم مع اللعيبه. دودو خبط في رجله، مالك، ايه الاخبار، رجلك عامل ايه؟ فمحمد ابراهيم برضه دور قوي جدا في اوضه اللبس، مع مانويل سييرا طبعا المدرب حراس المرمى طبعا. مش محمد علي احنا شايفين مستوى عامل ازاي، قفلت خلصنا. طبعا الف مبروك منتخب مصر، صعود للدور الثاني، يعني تحفه اللي احنا صاعدين ب4 بوينتس. فانت
ان شاء الله ماتش كوبا او ماتش كاب فيردي او هو ايفر احنا نلعبهم يعني. ماتش في المتناول ان شاء الله يعني. محتاج من ماتش سلوفينيا وايسلندا ماتش واحد منهم، بس بي اونست، عشان انا متاكد ان سلوفينيا هتخبط في كرواتيا وكرواتيا هتخبط في ايسلندا، الثلاثه دول هيخبطوا في بعض كده كده. بس كده، فالف الف مبروك، وندردش في مره تانية.